أشار حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال من خلال كلمته أمام مؤسسة حزب الميزان يوم أمس السبت بمدينة فاس أنه سيترشح لولاية ثانية خلال المؤتمر السابع عشر المقبل. وقال شباط أن اللي عنده شي أغلبية يجيبها، مضيفا في كلمته أمام أعضاء الحزب بمدينة فاس بالقول: أنا أتنازل وبلا ما يبقوا يتعنوا بالدولة ويروجوا الأكاذيب، مصرحا بالقول: حنا ما شيدا للضغط ديال الحوار. وإلى ما كان شهادا شباط صالح للبلاد غادي يمشي في حاله، والديمقراطية كائناش واللي عنده شي أغلبية يجيبها. وبعث شباط برسالة لمن يهمهم الأمر والذي وصفهم بحارس الأمن الخاص بإحدى المستشفيات الجامعية، حيث أكد شباط بأنه مستعد للمحاسبة والإدلاء بموقفه حول البلوكاج الحكومي احتراما لإرادة الشعب، مصرحا بأن نتائج الانتخابات خرجت وتقاصينا وغرر بنا ومستعد للمحاسبة. وأضاف شباط أن المحاسبة الحقيقية هي التحقيق في نتائج 7 أكتوبر وما بعدها احتراما لإرادة الشعب، وأتمنى أن يفتح التحقيق لمعرفة من هو المسؤول حتى تصبح الدول الخارجية تسأل عمن وقع، حيث أن التحقيق سيكشف أن حزب الاستقلال كان على صواب.